ايه؟ لسه بتصرف فلوس على الاعلانات ومفيش نتائج؟ خلاص اتعلم الاعلان الممول في 10 دقايق بس، وابدأ تجيب عملاء من اول حملة. يلا بينا. هتتعلم كل حاجة من أول ما بنفتح مدير الإعلانات لغاية النشر. إيه الخطوات اللي بعمل بيها الإعلان الممول؟ أول حاجة لازم على الفيس بعمل صفحة، والصفحة دي بنشر فيها الإعلان بتاعي اللي أنا عايز أموله. هدخل على مدير الإعلانات، هفتح الفيس بتاعي عادي جدا، ومن هنا هدخل على مدير الإعلانات. هنا أنا ما عنديش ولا إعلان، أنا لسه ما عملتش ولا إعلان ممول. دول الثلاث حاجات اللي هندخل عليهم عشان نعمل إعلان ممول. دي الحملات الإعلانية اللي بحدد فيها الإعلان والميزانية، ودي المجموعة الإعلانية، ودي فيها الاستهداف ومواضع الإعلان وطريقة التفاعل، يعني من خلال رسائل ولا إزاي بالظبط؟ يعني طريقة تفاعل المشاهد مع الإعلان. الإعلانات ده الإعلان نفسه، البوست نفسه اللي هموله. يلا بينا نبدأ. هضغط على إنشاء. هنا بيقول لي الهدف من الإعلان إيه؟ إحنا هنختار التفاعل. هستخدمه عشان أعمل حاجة من اتنين، إما إن أنا صاحب براند أو محل مثلا، وعايز أعمل انتشار في المنطقة اللي أنا فيها والمناطق اللي حواليا، يعني عايز أشتهر، عايز أتعرف، وعايز المحل بتاعي يسمع في كل مكان. أو أنا براند أو محل وعايز الناس تتفاعل مع الإعلان، يعني عايزهم يشتروا، عايزهم يكلموني، عايزهم يتواصلوا معايا من خلال الواتس ويشتروا على طول. فهنختار التفاعل، وهختار هنا يدوي ولا AI. احنا هنشتغل يدوي عشان خاطر ندخل المعلومات اللي احنا عايزينها بالتفصيل. من هنا هكتب اسم الحملة الإعلانية، أنا هسميها مثلا حملة إعلانية 1. هختار ما بين ميزانية الحملة أو ميزانية المجموعة. إيه الفرق ما بينهم؟ عشان نفهم الفرق ما بينهم تعالوا كده نفهم حاجة مهمة. أنا بعمل حملة إعلانية وجواها عدد من المجموعات الإعلانية، وجوه كل مجموعة إعلانية ممكن أعمل إعلانات. فأنا ممكن أحط الميزانية على الحملة كلها، يعني تبقى على كل المجموعات اللي أنا عاملها، أو على مجموعة معينة، أو على مجموعة معينة. طيب هنا في عندي بختار إما الميزانية اليومية أو ميزانية الحملة كلها. الميزانية اليومية يبقى أنا هحط مبلغ يومي للميزانية، يعني أنا هحط مثلا 100 جنيه هنا، يبقى كل يوم الفيس هيصرف 100 جنيه على الإعلان بتاعي، يعني 10 أيام ب1000 جنيه، وكل يوم بيصرف 100 جنيه. لكن لو اخترت ميزانية الحملة كلها يبقى الفيس هدخله 1000 جنيه ومش هحدد له المدة، وهو كل يوم هيسحب من ال1000 جنيه ده المبلغ المناسب. يعني النهاردة الاقيه ساحب 100، بكرة الاقيه ساحب 130، بعده الاقيه ساحب 75. يمول الحملة اللي هو شايفه مناسب. يعني ال1000 جنيه هنا مش هعرف هي هتاخد كام يوم، فيفضل ان انا اختار ميزانية يومية. حاول ما تقلش الميزانية اليومية عن 300 جنيه عشان بس تقدر توصل للناس. وبعدين التالي، دلوقتي دخلنا على تاني صفحة اللي هي بتاعت المجموعة. هنا هكتب اي اسم للمجموعة، هسميها مثلا مجموعة اعلانية رقم 1. وبعدين التحويل، دي حتة مهمة جدا. يعني العميل لما يشوف الاعلان بتاعي هيعمل ايه؟ هيتصل بيا ولا هيبعت لي رسالة من خلال الماسنجر ولا من خلال الواتس ولا من خلال انستجرام؟ يعني الاعلان هيحوله لايه؟ للماسنجر ولا الواتس ولا ايه بالظبط؟ طبعا افضلهم هو الواتس، بس لازم يكون الواتس ده واتس بيزنس، يعني لما اجي ادخل الواتس هنا لازم يكون الواتس البيزنس. لو ما عنديش خلاص اخليه من خلال الماسنجر. لو عايز النوع الاول يبقى هختار من هنا في اعلانك، وهختار من هنا مشاهدات الفيديو او تفاعل مع المنشور. انا هختار تفاعل مع المنشور، يبقى ده النوع الاول اللي هو بتاع الانتشار. ومن هنا هختار زيادة عدد المحادثات، يعني الرسائل. الميزانية أنا حددتها قبل كده. التاريخ، يعني الإعلان هيبدأ يتنشر من إمتى؟ ممكن أخليني النهاردة زي ما هو محدد قدامي أهو، أو ممكن أختار أي تاريخ تاني. طيب نهاية الإعلان، نهاية الإعلان أنا ممكن أحط نهاية
للإعلان الممول، يعني بعد 3 أيام مثلا هيخلص، بعد 4 أيام، ولكن أنا مش بفعلها. الموقع مثلا أنا عايز الإعلان ده يظهر عندي في القاهرة بس، فهكتب القاهرة. لازم أختار كلمة القاهرة اللي جنبها ولاية عشان خاطر يحدد لي القاهرة كلها، محافظة القاهرة كلها. وممكن أبقى مختار القاهرة وأضيف معاها حد تاني، يعني مثلا القاهرة والجيزة. ممكن أختار مصر كلها وأعمل استبعاد لمحافظة معينة. ومن هنا بختار السن المستهدف، الحد الأدنى للسن. هلغي علامة الصح دي عشان ما يخليش الإعلان يظهر لأي حد بره القاهرة حتى لو كان مهتم بالإعلان. ومن هنا بعمل توجيه للاي اي، يعني بخليه يمشي على لاين معين. بقول له العمر يكون من سن كذا إلى كذا، الجنس رجال أو نساء أو الكل، الاستهداف التفصيلي. مثلا الإعلان ده هيظهر لمين؟ للمهتمين بإيه؟ الملابس مثلا، مستحضرات التجميل، يبقى الناس اللي مهتمة بالملابس هي اللي هيظهر لها الإعلان. يبقى اللي بحطه في الاستهداف هنا هو اللي هيظهر له الإعلان، يعني الناس المهتمة بالحاجة المستهدفة هنا هي اللي هيظهر لها الإعلان. ومن هنا هختار تبديل إلى الجمهور الأصلي، وهختار الاختيار ده. بختار الاختيار ده، وده بقول له فيه التزم ببيانات الاستهداف اللي انا دخلتها لك، اللي هي العمر، المدينة، الاهتمامات، تخرجش براها. وبعدين التالي هنا هكتب اسم الاعلان، هكتب اعلان رقم 1 مثلا. وهنا هكرر الاعلان مرتين تاني عشان يبقوا 3 اعلانات. هضغط على ال3 نقط دول وهختار تكرار سريع. ليه بعمل كده؟ عشان المفروض لما اعمل اعلان اعمل منه 3 نسخ باشكال مختلفة. اعلان يبقى فيديو، واعلان يبقى صورة من ارض الواقع او صورة على الطبيعة، واعلان صورة في تصميم. فده اول اعلان فيهم. هختار المنشور اللي انا عامله في فيديو مثلا، فحاجة هنا هختار منشور حالي، وحلغي علامة الصح دي عشان الإعلان بتاعي ما يدخلش على إعلانات ناس تانية اللي هم المنافسين بتوعي. بس كده، وكل إعلان منهم هحط فيه المحتوى بتاعه، يعني هروح لتاني إعلان وهختار المنشور مثلا بتاع الصورة اللي على الطبيعة، والتالت هختار الصورة اللي هي في تصميم. طيب خلاص كده تمام، تعالوا نعمل نشر. هو أنا دلوقتي عملت نشر للإعلان، ولكن الإعلان مش هيتنشر بالفعل لأن أنا ما عنديش فلوس على الحساب. فعشان أضيف فلوس بروح هنا كده من على الجنب وبختار فوترة وطريقة الدفع. المبلغ اللي في حسابي 0، فتعالوا نضيف أموال، إضافة أموال، بدخل المبلغ اللي أنا عايزه. لو أنا هنشر الإعلان لمدة 3 أيام واليوم 300 جنيه فبحط هنا 900 جنيه. تمام. ومن هنا بختار إما فيزا أو فوري. لو ضغطت على فيزا هيقول لي دخل بيانات الفيزا بتاعتك وهيسحب المبلغ اوتوماتيك. لو ضغطت على فوري هيطلع لي رقم مرجعي. الرقم المرجعي ده بروح بيه لأي حد عنده ماكينة فوري وهو بيسدد لي المبلغ. مجرد ما بيدخل الرقم المرجعي ده على المكنة بيقول له على طول إن المبلغ 900 جنيه. أو ممكن لو منزل عندي على الموبايل تطبيق ماي فوري ممكن برضو أسدد بيه. بعد ما بسدد تمام بلاقيه بيقول لي إعلان قيد المراجعة. الإعلان بياخد ساعات لغاية ما يتراجع. بعد ما بتخلص المراجعة يبعت لك رسالة يقول لك موافقة على الإعلان، وبتلاقيه اتنشر في وقتها على طول.